فضيلة الشيخ، لا يخفى عليك أن السلف الصالح كان لكل منهم آية تستوقفه، آية يشعر فيها بمعنى تدله على شيء يرددها في صلاته، يقرأها حتى الصباح يعني. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى كان هذا هديه أحيانا، كانت تستوقفه آية النساء في قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما هي الآية التي تستوقف الشيخ محمد حسان؟ والله بلا تلعثم ولا تردد، قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية أراني أنا شخصيا في حاجة ماسة إليها من آن لآخر، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والذي يلفت قلبي قبل عقلي إلى هذه الآية الكريمة أنني ألمح فيها لطفا وفضلا ورحمة من الله عز وجل تغمر المذنبين والعاصين من أمثالي. لم يقل: قل يا عبادي الذين وحدوا، قل يا عبادي الذين أقاموا الصلاة، قل يا عبادي الذين تابوا وأنابوا. لم يقل: قل يا عبادي الذين أحسنوا، وإنما الذين أسرفوا. وليس فقط أذنبوا، وليس أذنبوا، أسرفوا في الذنب والمعاصي. فأنا أعجب أقول: سبحانك ربي ما أحلمك، نسرف في الذنوب والمعاصي وتنسبنا عبادا لك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ألمح فيها طيفا من الحنان لا أستطيع مهما أوتيت من حسن بيان وبلاغة وفصاحة لسان أن أعبر عن هذه الرحمة. ولذا ما أجمل أن أدلل على هذه المعاني بكلام من آتاه الله جوامع الكلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، 100 جزء، فأمسك عنده جل وعلا 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هل تصورت معي من هذا الجزء أخي الحبيب رحمة الحبيب المصطفى؟ تصور من هذا الجزء رحمة الحبيب المصطفى، رحمة الأم بولدها، رحمة الطائر بفراخه، رحمة الدابة التي لا تعقل ولا تعي بصغارها بأولادها. كل صورة من صور الرحمة وكل مشهد من مشاهد الرحمة التي تملأ الكون، هذا جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر رضي الله عنهم جميعا جميع أصحاب رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها أو كلما وجدت ولدا ألزقته ببطنها فأرضعته، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صاحب الخلق القرآني الرباني الكريم، يعني صاحب الرحمة التي ما عرفت البشرية لها نظيرا ولا مثيلا، قال لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين ممن تربيت على أيديهم، قال: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي. الله أكبر. أصدق حب في حياتي وحياتك حب أمي وأمي، أصدق حب، فتحبك على أي شكل وعلى أي وضع. فبيقول له: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. فما أعظم هذه الآية وما أكرمها وما أجلها. لذلك أذكر نفسي إخواني بالعودة دائما إليها حتى لا نقنط ولا نيأس أبدا في زمن تكاثرت فيه الذنوب وتراكمت فيه العيوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب. ولا حول